فيلمنا كيبدا في الصحراء مع الأستاذ تشاو كان خدام في مدرسة الفنون القتالية ديال الأفعى. قرر باش غادي يواجه واحد الأستاذ كان مدرب ديال مدرسة النسر، وهنا قرروا باش غادي يديروا واحد التحدي. قال له شا واخا قتلتي 300 واحد انا ما غاديش تقضي عليا. قال له الأستاذ ديال مدرسة النسر انا ما عندي حتى شي مشكل، الا بغيتي شي حاجة دابا نديروها ولا بغيتي يجي حتى التلاميذ ديالك معاك. وهنا الأستاذ تشاو حاس براسو بحال يتقمع. قال له يلا اجي نديروا هاد المباراة ونشوفوا شكون غادي يربح فينا. قال له يلا، وغادي تبدا المعركة بيناتهم. ولكن الأستاذ ديال مدرسة النسر كان قوي على الأستاذ ديال مدرسة الأفعى، وبقاو مضاربين بيناتهم. في واحد اللحظة الأستاذ ديال مدرسة الصقر غادي يقبضوا غادي يدقدقوا مرة حتى غادي يطيحوا في الأرض. الأستاذ الآخر صافي استسلم، ما بقالو حتى شي جهد. غادي يقول له عندي واحد الصديق ديالي اللي سميتو باي مقود فري وما تقدرش تغلبو، انا غادي نقولها له شي نهار ديروا شي معركه انت وياه نشوفوا شكون غادي يغلب. اما الاستاذ ديال مدرسه الصقر غادي يتعصب، قال له جيبوا ليا. وهنا كنشوفوا باي ناعس ما مسوقش للعالم مره، ما فراسوش حتى شي حاجه، ما عرفهمش باللي داروا واحد المعركه. دخلوا عليه واحد جوج ديال التلاميذ كيجريو بغاو يضربوه، ولكن هو ما كان ساهل. غادي يقبضهم وغادي يدقدقهم كاملين، وغادي يجي واحد الجيش واحد اخر ودوره في واحد الساحه ديال المدرسه وبغاو يضربوه. واخا كبر في السن مزداق الساهل بقى كيدير لهم واحد الحركات ديال الافعى حتى غادي يدقدقهم كاملين. ملي شاف راسو دقدقهم غادي يهرب ويمشي في حالاته وخلاهم طايفين مع بعضياتهم. في نفس اللحظه كنرجعوا لواحد المدرسه ديال الفنون القتاليه ديال الافعى. كنشوفوا واحد الشخص اللي سميتو شينفو كان كيجف في الارض وما كانش عنده الفلوس باش غادي يتسجل في هذه المدرسه ويتدرب. بقى كيشوف التلاميذ كيتدربوا، هو بقى كيشوف فيهم وكيدير بعض الحركات بحالهم. هنا جا الاستاذ ديالو شافوه كيدير بعض الحركات وغادي يرجع وبقى كينتظروا. وهنا كنشوفو بقى كيدير بعض الحركات وكيضحك. الاستاذ ديالو غادي ينتبه له، غادي يهز واحد العصا ويجي ليلو وغادي يضربو. قال له انت المهمه ديالك هي تمسح الارض، اش بينك وبين شي فنون القتاليه؟ وغادي يهينو وبقى كيضربو. غادي يوسخ رجليه بالجير وبقى كيغلي له في الارض. قال له يلا هاجي تبعني. وهنا كنشوفو بقى غادي هو كيمسح له داك السطامي اللي كيدير له في الارض. اما الاستاذ ديالو كيستهزأ به، هو كيبكي وما عجبوش الحال. قال له يلا غادي دير هادشي كامل ولا ما بغيتيش خرج بحالك من هنايا وخرج شطب الزناقي، نتايا اصلا ما صالح لكش هادشي. وهنا خرج على التلاميذ وبقى كيقول لهم جيبوا الفلوس باش غادي تزيدوا شهر واحد اخر. وغادي يعيط لشينفو، هو مسكين ما كيعرفش الحركات، غادي يجيبو يوقفهم حداه وبقى كيضربوا حداهم باش غادي يبان قوي. وبقى كيقول لهم ها كيفاش كيديروا التدريب. وغادي يقبض شينفو وبقى كيدقدقوا حتى طيحوا في الارض مره. قال لهم شتو الحركات كيف كنديروا لهم، وبقى كيتريني فيه حتى دماه كله. شينفو صافي سخاف وخرج بحالاته ومشى وبقى كيبكي وحس براسو تحقر بزاف. نفس الوقت كنرجعو عاد المدرب باي مشى حدا واحد المدرسه وبغى ينعس تما. هنا كنشوفو الرئيس ديال القريه قرر باش غادي يدخل بنو الفنون القتاليه ديال الافعى. وجا واحد الشخص اللي مكلف بديك المدرسه قال له انا المدرسه ديالي زوينه بزاف وكندربهم مزيان وعندي التلاميذ الحجر كيهرسوهم، ولا ما تقتيش انا غادي نعيط لهم وتشوف. عيط لواحد التلميذ وجاب له الحجر باش غادي يهرسو. هنا جاب بنو ديال هاد الرئيس وغادي يحط له الحجر بزاف. قال له يلا قول له يهرسهم. ملي حط له داك الحجر ما قدرش يهرسهم وعرفوهم غير كيكذبوا عليهم باغيين يستغلوهم، وبقى غادي بحالاته. هنا غادي يجبر الاستاذ باي جالس وبغى يضربو، غادي يحرج عليه التلاميذ ديالو باش غادي يتعداو عليه. خرجوا وبداو كيتضاربوا. الاستاذ باي بقى كيدير لهم واحد الحركات ديال الافعى. في نفس الوقت شينفو جايز وشافهم كيضربوه وغادي يمشي كيجري بقى كيتضارب معاهم واخا ما كيعرفش يتضارب. غادي يهز واحد العصا باش غادي يدافع بها على راسو. هنا الاستاذ غادي يقبض شينفو وشادلو في ديك العصا وبقى كيتحكم فيه، وغادي يدقدقوا ديك التلاميذ كلهم حتى غادي يقضيو عليهم. بقى كيقيلوا واحد الحركات ديال الافعى حتى غادي يسيطر عليهم مره وغادي يغلبوهم غير بديك الحركات البهلوانيه. هنا كنشوفوا باي وشينفو غادي يمشيو كيهربوا، وباي غادي يعرض على شينفو
باش غادي يبقى معاه في الدار وغادي يجلسوا وياه. بقى كيقول له انا كنشكرك بزاف على هادشي اللي درتي معايا، راه الاعداء كانوا غادي يدقدقوني. هنا شينفو غادي يجيب واحد الصبة اللي كانت عزيزة على باي وبقاو كياكلوها هما وياه. قال له انا غادي نرجع الصديق ديالك. في نفس الوقت جا صاحبو ديال شينفو قال له تكلم للمدرسة للقاضي وغادي يمشي. وهنا كنشوفو الاستاذ ديال المدرسة ديال الافعى غادي يقول للقاضي انا راه احسن مدرسة عندي هنايا، انا غادي نجيب واحد التلميذ وهنا جبت هاد التلميذ هذا وغادي تشوف شنو غادي يدير له. جابو بقى كيدقدق فيه، وابنو ديال ديك القاضي بقى كيتفرج وعجبو الحال وبقى كيقول له يلا عطيه زيد وبرد لي الغدا يدفيه. هو ما عندوش الشعور مره. شينفو مسكين كلا الداق وخرج بحالاته. مشى عند صاحبو باي قال له مالك زعلان؟ قال له ما ماليش، ومشى بحالو كيجري. هنا صاحبو ديال شينفو قال باي، قال له راه في المدرسه كيضربوه كيتعداو عليه. الاستاذ باي ملي سمع هادشي غادي يدخل لعندو باش غادي يضحكو، وهاز واحد الطبسيل وبقى كيدير له واحد الحركات بهلوانيه. شينفو بقى كيضحك ونسى هذاك الشيء. قال له يلا الا خديتي الطبسيل على راسي غادي نتهلا فيك، وبقى مضارب معاه. اما كنشوفوا الاستاذ باي عنده واحد الحركات ديال الافعى. شينفو عيا مقاتل معاه باش يدي ديك الطبسيل والو ما بغاش يقدر يديه وبقى مضارب معاه. وهنا كنشوفوا شينفو حتى عادي عيا مره وغادي يمشي ينعس. في واحد اللحظه غادي يجيه البرد ديال الاستاذ باي وغادي يغطيه بديك الفراش اللي كان عنده باش يدفى شويه. شينفو فاق في الصباح ما غاديش يلقى الاستاذ باي وبقى كيقلب عليه. خرج باش يشوف فينا هو وغادي يلقى واحد الرساله في الحيط كاتب له فيها رانا درت لك بعض الرموز برا اللي غادي تتعلم بهم التدريب ديال الافعى. شينفو غادي يقرا ديك الرساله وغادي يخرج. ملي خرج غادي يلقى داك الشيفري وبقى كيطبقو باش غادي يولي كيمارس ديك الهوايه ديال الافعى. شينفو عرف هاد الشيء ملي كان الاستاذ باي كيلعب معاه كيدير هاد التدريب وفرح بزاف وعجبو الحال وبقى كيطبقهم حتى ولا ناضي كيصرعهم كلهم. واخا ما كانش كيعرف يدير هاد الحركات ولا كيعرف يديرهم كيطبقهم 100%. هنا الاستاذ باي غادي يهاجموا واحد الاستاذ ديال مدرسه النسر وناضوا كيتضاربوا بيناتهم. وهنا كنعرفوا المدرسه ديال الافعى قويه على مدرسه النسر، ولكن الاستاذ باي ما كاش في نهارو، ما كاش مستعد لهاد الشيء. واخا هكاك بقى معارك معاه. في واحد اللحظه غادي يجي واحد الشخص اللي كان مع الاستاذ ديال مدرسه النسر غادي يضربه بواحد الموس للراس. واخا هكاك بقى مضارب معاهم وقرر باش غادي ينوض كيهرب. نقاز له واحد الدار ومشى في حالاته. هنا رجعوا المدرسه ديال الفنون القتاليه. الرئيس جاب بنوه باش يعرف القدرات ديالو. هنا الاستاذ ديال المدرسه غادي يقول شينفو غادي يجي يضربك ما دير حتى شي حركه. جا بنو ديال الرئيس وبقى كيضرب شينفو وبقى كيبين عليه الصحه ديالو. وهما ما عارفينش شينفو باللي تعلم الحركات. في واحد اللحظه غادي يشدو وبقى كيدقدق فيه. التلاميذ تفاجئوا كانوا كيعرفوا شينفو ما كيدير حتى شي حاجه من غير التجفاف، والساع بلهم كيدير واحد الحركات ديال الافعى اللي غريبه عليهم بزاف. وبقى كيدقدق بنو ديال ديك الرئيس حتى غادي يقضي عليه مره. في نفس الوقت الرئيس غادي يقرب باش غادي يدي بنو قال له هادي ما مدرسه ما والو. وهنا الاستاذ ديال هالمدرسه غادي يشد شينفو وغادي يدقدقو. شينفو بغى يتضارب معاه يسلخو وقال بلاش بالي نجبد الصداع راسي وغادي يمشي كيهرب في حالاته. ملي مشى غادي يبان له الاستاذ باي مطياح مضروب في راسو. قال له مالك؟ ما قدرش يجاوبو. شافو قريب يموت قال له يلا بقى هنا انا جاي. وغادي يمشي كيجري للمدرسه باش يجيب واحد الدواء اللي عندهم تما وغادي يجي يعالجو. مشى كيجري هو خيفان وغادي يلقى داك الدواء وغادي يجيبو. مشى طيبوه في واحد البراد وغادي يعطيه للاستاذ باي. الاستاذ باي ملي شرب هاد المشروب حس براسو ولا بخير. وهنا عرف باللي هذا ولا عنده احسن صديق ما يقدرش يخونو. غادي يعيط له وبدا كيعاود له لداك الشيء اللي كيوقع له. قال له راه غادي نعلمك واحد الفنون القتاليه اللي ما يقدرش واحد يعلمهم لك. شينفو وافق قال له صافي هذه فرصه ما كتعاودش. اليوم الثاني خرجوا وبقى كيوريه واحد الحركات ديال الافعى وبقى كيدربو وبقى كيدير له بعض التقنيات كيشوف واش غادي ينفعل. وشينفو صدق باغي يتعلم ولا كيطبق ديك الحركات ديال الافعى ولا ناضي. والاستاذ بقى كيختبرو كيدير له واحد الشعلات تحت كرشو وكيشوفوا واش يقدر يصبر. ولكن شينفو بديك الغدايد اللي كانوا فيه قدر يصبر ويتحكم في راسو. من بعد ما قوش شينفو هاد الحرب غادي يولي تقني في هاد الحركات ديال الافعى. والاستاذ ولا كيلعب معاه وغادي يرجعو ناضي. بقى كيدير بعض واحد الحركات
الحركات اللي غريبة بزاف، حيتاش الكومبا ديال الأفعى كتبغي التقنيات والسرعة، وغادي يطبق داكشي بالضبط. اليوم الثاني كان في خديمته، وجا الأستاذ ديال المدرسة بغا يوسخلو الأرض، مشى حشى رجلو في الجير بغا يوسخلو الأرض، ولكن شينفو دار واحد الحركات اللي غريبة وقدر يتغلب على الأستاذ. هنا جا واحد الأستاذ اللي سميتو لين، بغا يتواجه مع هاد الأستاذ هدايا، قال له انا المدرسه ديالي احسن مدرسه في هاد البلاد وما يقدر حتى شي واحد يغلبها، يلا اجي نديرو شي كومبا، جيب شي تلميذ معك ودخل معايا. قال له صافي نبداو. غادي يدخلوا غادي ينوضوا كيتضاربوا معاه. الاستاذ لين كان قوي بزاف وما كيعرفش الرحمه، غادي يشدهم غادي يدقدقهم كلهم حتى غادي يغلبهم، والتلاميذ كينتظروا شكون غادي يغلب. في واحد اللحظه ملي يغلبهم غادي يخرجوا من ديك المدرسه وما بقاوش كيقراو تما. في ثاني يوم كنشوفوا غادي يجي هاد الاستاذ ديال المدرسه الحقيقي، جاو غادي جبر المدرسة خاوية، جبر تما شينفو. قال له فين مشاو التلامذ؟ قال له راه جا واحد الأستاذ ودقدق الأستاذ اللي خليتو نتا هنايا ودنا التلامذ، غادي يمشي ليلو لتما وغادي يلقى التلامذ كيتدربوا وزاد ليلهم وبقى كيضرب واحد التلميذ والتلامذ الآخرين كيتفرجوا. جا الأستاذ ديال المدرسة الصقر وبقى كيتفرج بعينيه. وهنا كنشوفوا الأستاذ ديال مدرسة الأفعى بقى معارك معاه، ولكن ما عرفش باللي ديك المدرسة قوية بزاف وغادي يخسر في هاد المباراة هدية. وغادي يجي الأستاذ ديال المدرسة ديال الصقر، وهنا كنشوفو شينفو غادي يقرر باش يرد الحق ديال الأستاذ ديالو، وغادي ينوضو كيضربوا هما والأستاذ ديال مدرسة الصقر، وغادي تنوض المعركة بيناتهم. شينفو ما كان ساهل والتلاميذ بقاو غير مبهوضين، بقاو كيقولوا كيفاش شينفو ما كيعرفش التداريب ولا محترف هاد الشيء، وغادي يبقاو مطايفين بجوج حتى غادي يقضي لهاد الاستاذ. حتى لهنا كنكون وصل للنهايه ديال الفيديو، ما تنساش دير واحد لايك وسبسكرايب باش يوصلك كل جديد. تهلاو.